وتشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر. وتشاء أنت من الأماني نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر. وتشاء أنت من الحياة غنيمة، ويشاء ربك أن يسوق لك الدرر. وتظل تسعى جاهدا في همة، والله يعطي من يشاء إذا شكر. والله يمنع إن أراد بحكمة، لا بد أن ترضى بما حكم القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم دايما كده تكونوا بخير، تكونوا زينين وفي احسن حال. مشاهدين الكرام في كل انحاء الارض، داخل مصر وخارج مصر، اهلا بيكم. اصبحنا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. صباح الخير على متابعيني وإخواتي الحلوين الأمارات، أهلا بيكم في كل أنحاء الأرض. النهاردة بقى هستعرض معاكم جزء من يومي كده لتجهيز الفطار، وهنجهز النهاردة فطار كده حلو قوي مميز كده، أنا بعتبره فطار مميز. هنعمل النهاردة سمك مشوي وسلطة ورز أبيض. عشاق السمك بقى أين أنتم؟ طبعا هتكتبوا لي في الكومنتات، بتحبوا السمك زي كده ولا مش بتحبوه؟ كمان عايزه اقول لكم بقى ان انا اليوم اللي بيكون فيه سمك ده انا بحبه قوي، لان فعلا بحب انزل اشويه. بحب شوي السمك جدا جدا، يعني بحب ان انا اعمله كده وولادي بقى يكونوا جنبي، ومروان بقى حبيبي يكون قاعد جنبي كده. بيحب قوي السمك وهو طالع من الفرن السخن، واحب ان انا يعني انا كنت كده اساسا وانا صغيره، يعني كنت بحب اقعد جنب مامتي كده وهي بتشوي السمك، ولحد الآن محفور في الذاكرة بقى كل الذكريات الحلوة دي، فأنا بعيشها فعلا لولادي. شيء حلو قوي قوي ان انت يكون عندك ذكريات حلوة كده مع والدتك ومع اخواتك وانتوا صغيرين، وبترجعي تستعيديها تاني مع اولادك. ربنا يديمنا كده يا رب لعيالنا، ويخلينا لعيالنا وما يتحرموش مننا ابدا، لان بعد الام فعلا مفيش. ربنا يديكوا الصحة يا رب، ويعافيكوا كده، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. بصوا بقى، انا كنت جايبة جرجير من السوق يوم السمك ده، انا بحب الجرجير قوي، وكمان هناخد منه كده جزء نعمل به السلطة. فبقف كده بقى ايه انضفه واشيل منه الورقة الصفرة اللي بتكون موجودة فيه. كل عود كده بشيله وابص فيه كويس جدا، وطبعا بقى ننقعه بقى في مية وخل وكده، يعني عشان يكون متعقم بقى. جبت بقى حاجات السلطة، ويوم السلطة مع السمك بقى، يعني عايزة اقول لكم بحب اعمل السلطة تكون مميزة كده ويكون طعمها حلو. كل ما كان الخضروات في السلطة كتير، كل ما ادتلك طعم حلو قوي. جزر بقى وطماطم وفلفل وخيار وجرجير وبتاع اسمه ايه ده، كزبرة خضراء، وحطي بصل وحطي توم وحطي ليمون وزيت زيتون لو موجود عندك. وطبعا ما تنسيش بقى رشة الكمون والكزبرة الناشفة والشطة بقى، يعني واو من الاخر فعلا بيبقى طعمها حلو قوي قوي. واخر حاجة بقى نحط ايه للسلطة؟ يلا ذكرولي كده، هنحط ايه للسلطة؟ الخل. الخل طبعا يعني عايزة اقول لكم بقى بيفرق كتير في طعم السلطة. فهي دي السلطة بتاعتي يا جماعة، انا بحط لها كل الخضروات اللي موجودة عندي، وبالاضافة للبصل والثوم، ده شيء اساسي، بس انا هنا ما ضفتش بصل لان كان عندي البصل الابيض، وانا بحط البصل الاحمر، يعني مش بحب احط البصل الابيض بصراحة على السلطة. والخل بقى والحاجات الحلوة طبعا دي. الاهم من ده كله ايه بقى؟ الاهم من ده كله ان انت تسمي الله على اي اكلة بتعمليها. يعني اول ما تيجي تبدأي تجهيز الاكل كده لاولادك، تقولي بسم الله، يا رب بارك يا رب بارك يا رب بارك. عموما يا حبايب قلبي، عايزة اقول لكم بس ان انا لما باجي يعني داخله المطبخ بقى علشان اجهز الاكل، سواء فطار او غدا او عشاء او افطار في رمضان، دايما سموا الله.
يعني اول ما بروح داخله المطبخ كده بروح مسميه ربنا كده عز وجل، بسم الله. وصلوا على النبي، الف صلاة عليك يا رسول الله. وشغلوا بقى محطة القرآن الكريم. عايزه اقول لكم فرق جامد جدا ما بين قبل وبعد. يعني قبل من انا ما كنتش بشغل حاجه في شقتي اصلا، وبعد ان انا بقيت من عادتي ان انا اصحى الصبح القرآن الكريم وتشغيل اذاعه القرآن الكريم. انا جبت كده 2 راديو صغيرين، واحد في المطبخ وواحد في غرفه النوم. سعره يعني الواحد منهم سعره لا يتعدى 150 جنيه، اللي هو كولون يا بنات، وده افضل ماركات الراديو، اسمه كولون. عامل تقريبا 155 في الحدود دي. وشغلي اذاعه القران الكريم بقى جنبك بقى، واستمدي منها بقى كل حاجه راحه حلوه بقى، ما بعدها راحه يعني. عايزه اقول لكم كده القران واذاعه القران الكريم عموما في البيت كده بتمزجني، بتريحني، بتهدي اعصابي، بتضيع التوتر. لو حواليكي اطفال اشقية وعاملين دوشه وعاملين ازعاج وانت متوتره من صوتهم، حاولي ان انت تشغلي القرآن الكريم، بجد هيهديهم قبل ما هيهديكي انت نفسك. يعني ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. مروان ابني لما بيدخل يقعد على السرير كده شوية وانا مشغله اذاعه القرآن في الأوضة، الاقيه نام لوحده. يقول لي يا ماما القرآن نيمني، اللي والله والله ده حصل، القرآن نيمني. فبجد القرآن بيهدي الأعصاب بطريقة، يعني ما اقولكمش بقى، أجمل مهدي للأعصاب هو القرآن الكريم. يعني كنت زمان أنا كنت بحب قوي أشغل أغاني وأنا واقفة في المطبخ، زي فيروز، نجاة، أم كلثوم. كنت بحب أشغلهم قوي، وكنت بحب إن أنا أسمع يعني وأنا بشتغل كده. وده كانت حاجة عادية بالنسبة لي، يعني انا كنت بشغلهم ودي كانت حاجة عادية. فكنت بحس احيانا بعدم راحة وانا مشغلة الاغاني دي. وكنت بحس ان ربنا مش راضي عن كده خالص، وان انا طبعا من الافضل ان انا استبدل الاغاني بكلام ربنا عز وجل وبآيات الله عز وجل. بدأت احس بعدم راحة، وبدأت اكره الاغاني، وبدأت ان انا يعني احس ان هي هتشيلني ذنوب. فاحنا مش يعني ما فيش حاجة مستاهلة ان هي تشيلنا الذنوب في الدنيا. احنا محتاجين لكل يعني لكل حسنة واحدة احنا محتاجين لها. فربنا يعافينا يا رب وإياكم. طبعا في اللي بتحب تسمع اغاني فهم دولت مش كفار. يعني انا اعرف ناس كتيرة قوي من اصحابي بيحبوا يشغلوا اغاني وهم واقفين وهم بيعملوا الروتين بتاعهم، وهم بيعملوا اي حاجة بيحبوا يشغلوا اغاني. فاحنا لو وصلنا لدرجة بقى ان احنا كرهنا تشغيل الاغاني وبقينا بنحب القرآن وبنسمع القرآن، ندعي لاخواتنا اللي لسه ما وصلوش للدرجة دي ان ربنا يهديهم وان ربنا يزهدهم عن الحاجة دي، وربنا يهدينا ويهديهم. يعني يا رب يا رب يا رب. هم مش كفار وهم مش ناس يعني وحشة، لا ده هم ناس زي الفل. بس هم لسه ما وصلوش بقى لمرحلة ان هم يزهدوا الاغاني ويكرهوها. فربنا يكرههم فيها يا رب، ويحببهم كده في القرآن الكريم، علشان بجد بجد القرآن يعني اجمل حاجة في الدنيا كلها هو القرآن الكريم. اجمل حاجة في الدنيا كلها القرآن الكريم، وانا بعتبره بقى كده هو نعمة ربنا على الارض. يعني ربنا كده يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وأحزاننا. اللهم آمين يا رب العالمين. ايه اللي قدامكم ده يا بنات؟ دي شرشة السمك. يعني ايه شرشة سمك يا ميادة؟ يعني دي خلطة كده انا بعملها، بشرب السمك بيها بعد ما بيتشوي. الخلطة دي مكونة من ايه بقى؟ طبعا يعني كل المصريين عارفينها، هي شرشة السمك. طيب الخلطة دي بعملها ازاي؟ فلفل وتوم، فلفل اخضر وتوم وشرايح ليمون وكزبرة خضراء وجزر، وحطي بقى لو عندك بصل اخضر حطي، وده كله اضربيه في الخلاط. زودي عليه الخل والكمون والكزبرة الناشفة والشطة. وهي دي بقى الخلطة اللي احنا هنسقي بيها السمك بعد ما هيطلع من الفرن. طبعا انا معايا هنا اهو، معايا بقى كده كيس رده، اخدت منه في البدايه ورشيت منه في الفرن كده. اول ما الصاجه دخنت ولقيت الرده اتحرقت على طول، هنا بتكون الصاجه جاهزه ان انت تدخلي السمك بتاعك.
لازم الصاجة تكون سخنة جدا 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 علشان السمك ما يتبهدلش معاكي، لانك لو دخلتي السمك على صاجة باردة هتيجي تقلبي السمكة تلاقيها لازقة في الصاجة وهتتجرح معاكي وهتتبهدل وهتبوظ، يعني مش هتبقى حلوة. فسيبي الصاجة بتاعتك تسخن خالص خالص، وبعد كده اختبريها بحبة ردة، لو الردة اتحرقت يبقى هي كده جاهزة لشوي السمك. ابدأي بقى خدي الردة بتاعتك طبعا في كيس كده، وابدأي خدي من السمك ورشي الردة في قلب الكيس، وبعد كده دخلي السمك على الفرن على طول. الردة دي طبعا احنا بعد كده هنقفل الكيس ده وهندخله ونحتفظ بيه في التلاجة، بلاش بره التلاجة يا جماعة، لان مادام احنا حاطين السمكة في قلب الردة في نفس الكيس، يبقى لازم ان انت تحتفظي بالكيس ده في التلاجة. والفرن الصغير بتاعي ده بقى عايزه اقول لكم هو روحي، يعني عايزه اقول لكم انا ما بستغناش عنه خالص خالص خالص. هو ايدي ورجلي كده زي ما بيقولوا، يعني صواني فراخ سوي فيه، صواني معمر سوي فيه، فراخ بالبطاطس برضو كذلك. اي صواني واي طواجن في الفرن ده بتطلع معاكي حلوة جدا، لان الفرن زي ما انتوا شايفين صغير، ف اي حاجة بتطلع منه حلوة. حتى شوي السمك، يعني شوي السمك بيطلع معاه حلو قوي لانه صغير ومحندق كده، فتلاقيه بيسخن بسرعة قوي والسمك مش بيغيب فيه تماما وبيطلع حلو. شايفين السمك ما شاء الله ما شاء الله. يعني بصوا، من كتر ما هو دسم وبينزل دهون على الصاجة، فالدهون دي بتعمل نار، ده بقى علشان السمك سمين جدا، فربنا يديمها نعمة يا رب علينا ويحفظها من الزوال. قولوا امين، اللهم امين يا رب العالمين. ايه رأيكم بقى في الفيديو النهاردة؟ يعني انا منتظرة بقى رأيكم في التعليقات يا بنات. كترولي كده من التعليقات ارجوكوا، اكتبولي تعليقات كتير قوي. طبعا جميلكوا ده على راسي من فوق، و علشان بس الفيديو بتاعي يترفع، ارجوكم ارجوكم اكتبولي تعليقات كتيرة وحطولي لايك، واللي لسه ما اشتركتش تشترك وتنزل في التعليقات تقولي ان هي اشتركت معايا وتعرفني بنفسها عشان نكون اصدقاء واخوات في القناة، وتعرفني كمان هي من انهي بلد. اخواتنا في الدول العربية كلهم على راسنا من فوق. وتقولوا لي بقى رأيكم في الفيديو النهاردة وشجعوني، يعني انا عايزة تشجيعكم ليا بقى، انا محتاجة تشجيعكم ليا. وبشكركم طبعا من كل قلبي، بشكركم من كل قلبي، وبشكر وقفتكم جنبي، وبشكر تعبكم معايا. كل اخت بتديني من وقتها عشان تنزل تتعب نفسها وتضيع من وقتها وتكتب لي تعليق حلو وتشجعني فيه. كل اخت بتحطي لي اللايك، بجد بجد يعني عايزه اقول لك ان انا بشكرك كتير قوي. والتعليق بتاعكم ده قد ايه هم فعلا حاجه بسيطه جدا، لكن بتفرق معايا كتير قوي، لانهم بيكونوا سبب ان الفيديو يترفع وان انا احصل من الفيديو على مصدر رزق، فربنا يخليكم ليا يا رب. هنا كنت خلاص خلصت شوي السمك، وكنت بطلع من الفرن كده وهو ساخن على الشرشة، اسقيه كده من الشرشة دي، طبعا بقى بياخد الطعم والريحة والحاجات الحلوة بقى اللي احنا حطيناها، بيكتسب طعمها كده. شايفين شكله بقى، يعني شكله يشهي على الاكل. ولا اجدع مطعم يا جماعة، يعني ما اظنش ان في مطعم اساسا بيشوي السمك بالحلاوة دي. عشان كده حاجتنا في البيت بتكون مميزة يعني. طبعا ربنا يخلي كل الامهات، كل حاجة الامهات بتعملها في بيوتها احلى بكتير من اللي بتيجي من بره. خلاص كده، يلا تعالوا بقى نشوف الرز بتاعنا. احنا من عادتنا في البلد ان احنا يوم السمك الرز الابيض ده لازم يتسقى سمنة بلدي، يعني لازم نقدح له كده سمنة بلدي. فتعالوا بقى كده ندخل على المطبخ بتاعنا ونشوف اخلص بقى الرز بتاعي. جبت برطمانة السمنة كده واخد منها معلقتين 3، بيبقى طعمه تحفة تحفة يا بنات. يعني الرز بالسمنة البلدي بيبقى طعمه بجد حلو قوي قوي قوي. كنت عاملة بقى عصير فراولة وهو ده كان الفطار بتاعنا بقى، يعني هو فطار بسيط كده. ربنا يديمها نعمة يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين، ويرفع عننا البلاء والغلاء. قولوا امين.
كل سنة وانتم طيبين، وتنعاد عليكم الأيام بخير يا رب، وربنا يخليكم يا رب، وتعملوا كل حاجة حلوة في بيوتكم، وما تحرمش منكم أبدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهاردة. كنت بقى بجهز صواني صينية الكوبايات بقى علشان نجهز الفطار. فهو ده بقى حال الأمهات قبل أذان المغرب، تجهيز بقى الكوبايات للعصير والأطباق والمعالق احنا بقى بنفطر برا، يعني انا بفطر في الصالة برا، فانا اللي بدخل وانا اللي بخرج. يعني ما برضاش برضو اضغط على الولاد عشان عارفة ان هم في الصيام وان هم تعبانين وكده وخلاص بقى، يعني احنا بنيجي على نفسنا عشانهم. هنا السمنة خلاص ساحت اهي، بس بقى اول ما بحس ان هي خلاص سخنت كده، بقدح الرز، وبعد كده بديله تقليبتين تلاتة واغطي عليه واسيبه بقى يستهدى كده مع نفسه، وكلي اطعم رز بقى. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا بنات، ما كنش انا طولت عليكم، وما كنش كمان تقيلة عليكم ولا على قلوبكم كده يا رب، وتمنياتي ليكم بكل حاجة حلوة في حياتكم، ربنا يحقق امنياتكم يا رب، ويوفقكم في حياتكم، وربنا يتقبل منا بقى صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا، يتقبل مننا كل حاجة حلوة احنا بنعملها، و... واجمل ايام احنا بنعيشها استغلوها بقى، وصلاة التراويح، بذكركم بصلاة التراويح،